عم تاخدي أدوية مضادة للاكتئاب عم بتسبب لك عوارض جانبية جنسية مثل التدني بالرغبة أم نشاف بالمهبل أو حتى تأخر للوصول للنشوة. ما توقف الدواء، فيك تراجعي طبيبك لأنه في غير لك جرعة، في غير الدواء، في أدوية مضادة للاكتئاب ما بتسبب عوارض جانبية جنسية، وحتى في يزيد دواء على الأدوية اللي عم تاخديها كرمال يحسن لك الوظيفة الجنسية. كمان فيك تاخدي مكملات غذائية بتحسن الرغبة الجنسية والترطيب المهبلي مثل الجديكو بيلوبا، الأرجينين أم الجينسينج. هون كمان لازم تراجعي طبيبك. في كمان زيوت تنحط على الفرج بتزيد الإثارة والترطيب المهبلي. وكمان إذا في إثارة نفسية بس ما في ترطيب مهبلي فيك تستعملي مزلقات، على القليلة بتستمتعي أثناء الممارسة الجنسية وما بتحسي بوجع. وإذا عم تتأخري تتوصلي للنشوة بدك تحفزي حالك أكتر، يعني مداعبات أطول، تخيلات أكتر، حتى فيك تستعملي هزاز. وما تنسي الرغبة عفوية واستجابية، فيك تزيد الرغبة الاستجابية إذا كنت في مداعبات أطول، إذا كنت في مجال أكتر للممارسة الجنسية. لذلك إذا في حدا بحياتك تواصلي معه، قوليله أنك أنت عندك عوارض جانبية جنسية.